ته ته ته. خلصت الطبخ. هذا طيب برياني سويت، ياخذ وقت هواية بس يستاهل. طيب. واو، كل شي تعب، كل شي تقلون. اوكي، نشوفكم في الفيديو القادم. ان شاء الله حبيتوا الفيديو. خلصنا. اشوفكم هنا شو مخليه باعوا، مخليه هذولا ميز مع الاكل هذا. هيك احب اقلبه واخليه بالجدر، يعني ما احب اخلي الحشوة فوق والرز جوا، بس ردت اصوره لكم. هيك احب اخليه قدام عالم او احنا ناكله. المواد كلها سوا تكون اطيب. اوكي باي، see you guys. تعالوا نروح نسوي برياني سوا. اوكي جايز، تابعوا الفيديو للاخير. اوكي، هنا عندي دجاج مسلوق. دجاج نظيف ومسلوق. هسه راح اطبق الرز، مي مال الدجاج. رز راح اخلي بيه بهارات السبعة وبهارات برياني. والمص هذا خلص، فراح اضيف من هذا الاخر. الدجاج مسلوق نظيف. هنا البطاطا، مي مال الدجاج، بازلاء. طبعا كمية اللي تحبون تضيفون بهارات، يعني اللي يحب يضيف هواية يضيف، اللي يضيف قليل يضيف، كل واحد حسب شلون ما يحب. أنا أحب أسويه أسود برياني، أسود يومه. كافي. خلي أشوف يحتاج بعد لو لا. يحتاج بعد، أريده أسود. ما راح أخلي ملح لأن ماي مال الدجاج هو بملح. إذا احتاج شوية أزيد راح أذوقه، إذا يحتاج بعد أزيد بهارات. أريده أسود. هاي هيش صار أسود بعد. صراحة أضيف المي، هذا مي صفيته نظيف. كل يخلون قهوة ويا البرياني، باعوا قليل يعني مو إلا. طبعا ضقت المي، تحتاج شوية ملح. أغطيه وأعوفه على ما يستوي، بعدين أنصي جواته. خليت زيت نظيف، هذا الجدر خاص بس أقلي بيه. هسه راح أقلي البطاطا. هاي النوع الزيت أستخدم، أشتري كبير يظل يمي فترة طويلة أكثر من 2-3 شهور. عندي هنا لحم راح أسويه بماكينة، عمود أسوي راس عصفور. طبعا لما كنت صغيرة يقولون راس عصفور ويا البرياني، يعني من صدق أتخيل هو راس عصفور، بس لما كبرت تعلمت انه راس عصفور يسووه بالماكينة، هو لحم. اسوي راس بصل، راح اسويه بماكينة اسهل على مود يطلع كلش ناعم. هاي بطاطا قليتها، هسه راح اشيلها. قليت البطاطا، هسه راح اقلي الجزر، بعدين بازلاء، بعدين كشمش. هنا قليت الزبيب، كشمش تسموه، ريزنز اسمه، والبطاطا والجزر. راح اقلي اللوز. قليت الملح وبهارات السبعة، اسويهم دوائر. سويتهم دوائر وهسه راح اقليهم. الرز هنا مغطيته بالورق مال المطبخ. راح اضيف البازلة، ما راح اقليها، اضيفها وياه واخلطها. قليت راس عصفور، نظفت الدجاج، كل هذا راح اذبه. هذا دهن مال اللحم، شوية راح
أقلي الدجاج. يعني بالعادة ما أقلي، قبل أذبه ويا البرياني، بس اليوم راح أقليه لأن طعم ما الدهن مع اللحم يكون كلش طيب. بس هيك يتشوح كلش كافي. طفيته. طبعا طعمه صار كلش طيب، بس يحتاج له شوية ملح. طبعا طعمه كلش طيب صار. ليش؟ لأن قليت الراس عصفور وخليت الباقي وياه. باعوا. عندي آخر فقرة اللي هي أقلي الشعرية وأذبها وياه. هذا راح أقلي هسه الشعرية. طبعا ايدي انشلت، تظلون تحركون على مود لا تحترق الشعرية، عن ما تصير حمرة. almost done. هسه راح اضيف مي مع الدجاج بيها لان قوية، ما يصير اضيفها قبل ويا الرز. هاي هسه راح اضيفها ويا الرز. باعوا. ما يصير قبل تذبوها بلا ما تخلون بيها، ما يصير ناشفة. المطبخ صار فوضى وتوسخ. هسه راح اقلب الرز. باعوا. اعوفه شوية على النار، بعدين اضيف المواد عليه اللي قليتهم. باعوا ينطي مظهر حلو، لأن إذا أضيفه قبل الشعرية ويا الرز واطبخها راح يصير أسود وما يبين، فهيك ينطي منظر حلو للبرياني. خل أعوفه شوية، غطيه. طبعا هذا البرياني، هذا الرز بسمالة والبزالية. أنا ما أخليها بزالية، أقليها، أخليها ويا الرز أحسن. باعوا منظره يشهي. صراحة أخليه خلطة رز. بعدك والجوعان خليه يجي ياكل. وهذا مظهر الأكل بالنهاية. ما أحكيكم الطعم شقد طيب، طعم الخلطة يجنن. هنا عندي مخللات مال البيت أنا مسويتهم، عندي 2. مسوية طرشي همينة، هسه راح أشوفكم إياه. هاي مخللات مال البيت. هذا اللي فوقاته شوية خليت سبايسي، بالنهاية أضيفه ورا ما يستوي. باعوا منظره شلونه. طبعا كلش طيب المي ماله، وهمينه طيب. أسويه لأن زوجي يحب المخللات. الرجال كل شي يحب، بس لازم مرة تكون شاطرة تسوي له كل شي. طيب. طبعا هذول الشوش هاي كانت مال، ما أدري ما شنو، مال مكسرات هذول ناكلهم، وهاي كانت مال ورق عنب، فما أذبهم، أغسلهم وأسوي بيهم طرشي ومخللات والشغلات، ما ينذبون. باعوا. يعني ليش أروح أشتري شوشة؟ هاي كل شي ما بيها شبيها. وهذا الطرشي مسوية طرشي بعد، بس ما راح أجيبهم كلتهم، عايفتهم برا بالجراج لأن بارد. هذا الطرشي. هذا هنا، هذا طرشي مال قرنابيط ولهانة. ساعة الدق يعني خلص الوقت، كافي أصور لكم كل شي شفتوا. طبعا شلت شوية منه على مود أشوفكم. مخليه خيار، لهانة، قرنابيط، جزر، ثوم، كل شي بيه، بس ما دا يبين لي بالشوشة. اوكي خلصت. طعمه كلش طيب، مخللات طعمهم طيب همين.